السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناه. اليوم جيت نشارك معكم منتجات زوينه اللي كناخذ من بيم وناقصه في الثمن. يعني غادي ندير معكم غير هذاك الشيء اللي كاين في بيم، اما داك الشيء العادي راه غتلقاوه في الحانوت في اي بلاصه. عندي هنا جافيل، هاد جافيل هذا زوين، ما كنستغناش عليه نهائيا انايا، حيتاش انا عندي حساسيه. الا درت شي حاجه يعني مجهده كدير لي الحكه. هذا زوين، داير 5 دراهم، خفيف يعني ما كيأثرش نهائيا على اليدين، ما كنستغناش عليه انا. وهذا ديودورون زوين، داير 10 دراهم، حتى هو من بيم، فيه ريحه فنه وكتبقى. وهذا لانجيت بالنسبه لعندو الوليدات الصغار، لانجيت يعني فيه واحد الريحه ما فيهش هذاك البارفان اللي مجهده، يعني ريحه عاديه ولكن يعني كنقي. وحتى الماء ما فيهش بزاف هذاك الماء اللي كيكون في اللانجيت العادي. هذا فيه الماء عادي ولكن كينقي وزوين، انا ما كنستغناش عليه. انا هذا تاني مره كنستعمله، حيت استعملته في بنتي الاولى ودابا كنستعملو عاوتاني في التربيه اللي عندي دابا. وعندي هنايا هاد الحجر هذا ديال التيليكوموند، حتى هو راه زوين، فيه 4. انا استعملت 2 وبقاو 2. هذا كتخديتو شحال هادي ما عقلتش، ولكن استعملته عجبني وزوين. يعني يعني ماشي كديري الحجره شهر كتمشي، كتبقى زوينه. واش 20 درهم كدا و20 ما عقلتش، ولكن زوين. انا نوريكم السميه ديالو باش تعقلوا عليه. وعندي هنايا هذا الكريم، هذا ديال اليدين وديال الوجه، زوين حتى هو فن فن فن، وفيه الريحه، فيه الريحه فنه. كنستعملو غير هو انايا، كناخذو من بيم دائما، داير تقريبا 22 درهم. المهم الاثمنه ما تركزوش معايا بزاف في الاثمنه، لان نقدر نكون غالطه، ولكن راه متنبعتش بزاف. بحال الخل هذا وديودورون، يعني الثمن ديالو متاكده منه. هذا ما تبقاش عاقل، حيت راه تيبقى عندي تقريبا شهرين ولا كذا، ما تنسى على الثمن ديالو. المهم ملي غتشوفوا البيم راه غادي يبان لكم، وديك الساعه انا غير كنوريكم باش ملي تشوفوا البيم يعني تشوفوا هاد المنتجات هادو وتقلبوا عليهم. وعندي هنا الشوفان داير 10 دراهم، زوين بزاف. انا راه استعملت النص، باقي النص. والحبات ديالو هادو هما الحبات ديالو، ما تيكونوش غلاض وما رقاقش، يعني متوسطين ودغيا كيطيب، يعني زوين بزاف ونقي نقي. يعني انا دائما كنستعمل انا هذا. وهادو هما المنتجات اللي بغيت نشاركهم معكم، زوينين وغادي ينفعوكم بزاف وما غتندموش عليهم نهائيا. انا هادشي دائما كناخذو، انا وريتكم غير الحاجه اللي كنستعمل دائما، يعني ماشي اول مره نستعملها دائما. كنتمنىكم تخلوا لي التعليق ديالكم. ما تنساوش الناس الجداد اللي يدخلوا عندي القناه، مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس، وشكرا لكم.